سلفتي بتقول لي ايه ده؟ هو انت كمان بتاكلي عيالك من الزباله في رمضان؟ احنا كنا بنقول ده انت قبل رمضان بس بتاكليهم من الزباله وفي رمضان كمان. قلت لها هو ايه اللي انت بتقولي ده؟ ايه قصدك بالكلام ده؟ قالت لي كنت قبل رمضان بشوفك بتجيبي الزيت السايب والطحينه السايبه، بقول لك انت بتاكلي عيالك من الزباله. حتى في رمضان كمان بدل ما تعملوا لهم شوربه وتسقي بيها لسان العصفور عامله لهم مرقه. حد بيستعمل مرقه في الاكل؟ حرام عليكي. قلت لها وهي المرقه من الزباله؟ قالت لي هو انت ما تسمعيش ان مرقه الفراخ واللحمه دي بتبقى معموله من العظم والجلد والحاجات اللي بيعدموها وبيطحنوها بقى ويعملوها لك مرقه. قلت لها ومين اللي قالك الكلام ده؟ المرقه طبعا عمرها ما بتتعامل بالكلام ده بودر هتتعامل من العظم ازاي والجلد والحاجات دي؟ لا طبعا. هي بتبقى توابل كده بتتخلط ببعضها وبتطلع الطعم او النتيجه زي بهار الفراخ وبهار اللحمه والحاجات اللي هي لها روايح ونكهات دي. ده اللي انا اعرفه عن المرقه. انما الاقاويل اللي قالت ان هي جلد وعظم وكده، قلت لها حتى لو